وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بانفجار قنبلة بمنطقة الأشرفية في المدينة القديم وسط تعز جنوب غرب اليمن. أفاد مصدر أمني أن المعلومات الأولية تفيد بقيام المدعو أمجد محمد أحمد بتفجير قنبلة بعد مشادة كلامية بينه وبين الشخصين المصابين، وهم ضياء عائد مراد وعبد الله أحمد قاسم. وأضاف المسؤول الإعلامي أن الانفجار أدى إلى وفاة أمجد محمد وإصابة الآخرين، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ، وانتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة ونقل المصابين إلى المستشفى وعمل الإجراءات القانونية اللازمة. وتنتشر في تعز كغيرها من المحافظات اليمنية أسلحة ومتفجرات وقنابل نتيجة تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات. بردا وسلاما على أهل تعز وأهل اليمن يا رب العالمين.